السلام عليكم. تعالوا نعمل مع بعض احلى شوية اندومي واصح شوية اندومي وكمان اوفر شوية اندومي هتاكلوه بطعم يجنن احلى كمان من بتاع بره. يلا سريعا نبدأ في الطريقة. اول حاجة هتجيبي حل على النار وهتحطي فيها مية، واول ما تغلي هتنزلي فيها معلقة كبيرة من الملح ومعلقة من الزيت. بعد كده هتنزلي فيها بكيس من المكرونة الاسباجيتي، يفضل طبعا تكون المكرونة رفيعة جدا. بعد كده طبعا بعد ما تغلي هتستوي 3/4 سوا، هتبتدي تنشليها من المية دي وتصفيها، وبعد كده هتشطفيها بالمية الجارية. وبعد كده تعالوا علشان هنشوف هنعمل ايه. طبعا نفس الحلة اهو بوفر عليكي المواعين، هتحطي فيها معلقتين كبار من الزيت وهتبتدي تنزلي عليهم بقى بالتوابل بتاعتنا اللي هتحولهولي لاندومي يضرب بتاع بره كمان. معلقة بقى كبيرة من التوم البودر والبصل البودر، ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود والبابريكا المدخنة، ومعلقة من الملح الصيني، ومرقة دجاج خضروات او لحمة او فراخ على حسب ما تحبي طعمه يكون معاكي ايه. وطبعا اللي هيدونا اللون والطعم بتاع بره بالظبط معلقة كبيرة من الكركم والكاري. وما تنسيش تحطي شطة لو بتحبيه حار او ما تحطيش براحتك. هتشوحي التوابل، واول ما ريحتها تبتدي تطلع معانا تضيفي طبعا المكرونة بتاعتك، ودي خطوة غير اللي انا عملته معاكم قبل كده. طلعت اطعم بصراحة ان انا اشوح المكرونة نفسها مع التوابل دي، بتدي تست عالي قوي. شايفين بقى لونه اتغير تماما للون اللي احنا بنشتريه من بره. يا جماعة ده صحي جدا ونفس طعم بره بالظبط واجمل كمان. ما تنسيش تحطي معلقة صغيرة من الملح وانتي بتعمليه، علشان احنا كمان حاطين ملح صيني وحاطين مرقة دجاج. طبعا عايزة تاكليه كده براحتك، حابة الاولاد وانتوا بتحبوه بشوربة اتفضلي حطي مية مغلية وهياخد دقيقة بس فيها كده وطلعيه بقى وشربته هتشربيها كلها. وما تخافيش مش بتشربها ولا يعني بتتخن ولا اي حاجة ولا المكرونة بتتغير. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش من اللايك والاشتراك في القناة لو مش مشتركة، وكومنت حلو كده يرفع معنوياتي ويساعدني ان انا اكمل معاكم في الوصفات. شايفين جميل ولونه خطير وكده، يعني مفلفل مش معجن وخطير. على فكرة ممكن تسلقوا المكرونة نص سلقة وتشيلوها في الفريزر تطلعوها وتكملوا باقي الخطوات عادي.